نادي الشباب السعودي اليوم ضربة موجعة بالخسارة أمام نظيره نادي تضامن حضرموت اليمني بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال الخليج في لقاء أقيم على ملعب نادي الوكرة في الدوحة. قادت هذه الخسارة فريق الشباب للبقاء في المركز الأخير في المجموعة الثانية بنقطة واحدة فقط. سجل هدفي تضامن حضرموت ممدوح بن عجاج في الدقيقة 8 والكاميروني بول إيلونزي في الدقيقة 22. شهدت المباراة في الدقيقة 29 إهدار البلجيكي كاراسكو ركلة جزاء للشباب، وفي الدقيقة 77 تعرض لاعب تضامن حضرموت رضوان الحبيشي للطرد بعد تدخله القوي على لاعب نادي الشباب. يقود فريق التضامن حضرموت المدرب السعودي بندر باصريح. المدرب السعودي بندر باصريح هو مدرب سعودي الجنسية من مواليد 22 يوليو 1977، يبلغ من العمر 48 عام، يتحدث اللغتين العربية والإنجليزية، ويمتلك رخصة A من الاتحاد الكرة الآسيوي، ويمتلك عدة شهادات في التحليل الفني واللياقة البدنية. خبراته: بندر باصريح لاعب لنادي القادسية من الفئات السنية حتى الفريق الأول، ولاعب محترف في نادي البحريني مع الفريق الأول، وكذلك مع نادي الفيصلي السعودي مع الفريق الأول، وعمل كمساعد مدرب في نادي الاتحاد جانب أنغوس ودياز وبيليتش، وأيضا عمل كمدرب ل5 أندية سعودية في مختلف الدرجات، ودرب المنتخب السعودي تحت 19 سنة في عام 2019-2020 وتأهل معه إلى تصفيات كأس العالم.